اللجنة الثلاثية مشت يا رجالة. ايه اللي بيحصل؟ انا مانيش عارف، ده لسه جاي من اسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. لا تنسوا الدعاء لامواتنا واموات المسلمين، ونخش كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسوش كده تشيروا الفيديو ده لاكبر عدد مشاهدين. واخيرا الاهلي في النمسا وعندنا مشاكل كتيرة. اللي ما سافرش عمرو السولية، اللي كان المفروض يسافر هو محمد طاهر، وبعض اللعيبه اللي سافرت زي كريم. اللعيبه تعتبر سافرت، بس عندنا للاسف عندنا السولية اللي عنده تمزق في العضله، وده اللي غيبته برضو بعض الماتشات كتير في السنه اللي فاتت، وده اللي قاله مارسيل كولر لجنه التخطيط. وده المشاده او المشاده، مش هنقول مشاده او هنحصل ان هي بروفه جامده او يحصل اي حاجه. تعالى بس نروح على اللعيبه اللي سافرت، كلهم سافروا. بعض اللعيبه اللي هتتعرض على الدكتور في النمسا او اخصائيين هناك في النمسا، هنقول اكرم توفيق، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، وحتى امام عاشور ورضا سليم اللي نزل للتمرين وكان عنده بعض الاجهاد طبعا. طيب مين اللي ما سافرش مع الفريق؟ عمرو السولية اللي ما سافرش للاسف مع الفريق، عنده تمزق من الدرجه الثانيه، وده اللي مش هيقدر انه يسافر. وعندنا كمان اللي بدا كمان يسافر مع الفريق. نبدا نتكلم على محمود متولي، حتى برضه هيعرضوه على اخصائيين هناك. تعالى بقى نقول النادي الاهلي كمان ودى القائمه الافريقيه الجديده. القائمه الافريقيه لو هنتكلم عليها نبدا بحراسه المرمى، وعندنا حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف لاعب برضه حارس مرمى من الفريق الناشئين لنادي الاهلي، حارس واعد وان شاء الله زيه زي حمزه علاء وزي مصطفى شبير. قائمه الاهلي الافريقيه بقى، وهو من خط الدفاع خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، معتز محمد، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمود متولي، رامي ربيعه، محمد هاني، اكرم توفيق، كريم فؤاد، دخلوا القائمه الافريقيه. عندنا في خط الوسط رضا سليم، امام عاشور، مروان عطيه، اليو ديانج، عمرو السولية، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه، كريم ندفد، حسين الشحات، محمد فخري، ورأفت خليل، وبيرسي تاو، واحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو. عندنا في خط الهجوم كهربا وصلاح محسن اللي اتضم حديثا من الاعاره، راحلين عن النادي الاهلي حاليا. احنا بنتكلم ان القندوسي خلاص تم اعارته، بعيد عن ان مهاجم جه او ما جاش، تم عرضه لسيراميكا داخل الدوري المصري زي ما اصر مارسيل كولر ان الاحتراف يكون الدوري المصري. طبعا جاء عروض كتيره للقندوسي اما في الجزائر اما في الخليج العربي، انما مارسيل كولر رفض، قال لك عشان ياخد على الاجواء المصريه وبعد كده هيعتمد عليه. طيب خش على الحدث المهم والحدث الاهم للاعيبه النادي الاهلي اللي بتوع الرابطه هنا تلاعبوا كريم كابو، مش عارف يفوز يدوها لفلان علان ويشيلوا لعيبه النادي الاهلي. تعالى بقى نروح على حاجه ما حدش اتكلم عليها الا اعداد بسيطه. شعار النادي الاهلي المحترم القوي الجميل، الشكل الجديد يا جماعه اللي اتغير بقالنا ممكن من 10 20 سنه تقريبا ما اتغيرش الشعار ده. الشعار ده مهم جدا، الشعار بقى شكله بالطريقه ديت وهسيبه لكم على الشاشه. الشعار ضم النجمه ال11، طبعا في ناس قالت النجمه ال11 ما اتحطتش، هي كل 10 نجمات بيتحط نجمه واحده. حتى لو جينا نبص على نجوم النادي الاهلي هم 4 نجمات فوق، فالاربع نجمات يدل على ال 40 دوري، طبعا احنا واخدين 43 دوري. النجمه اللي تحت هي بتاعه نجمه دوري الابطال اللي هي 10 نجوم، طبعا النادي الاهلي خد ال11. وكمان بقى شوف الشعار في شكل كده جميل واخد بتسليسه جميله. هنيجي نبص في اخر الشعار طبعا نسر النادي الاهلي والشكل الزاهي في الاحمر. عندنا هنلاقي تحت الشعار تحت النسر كده حاجه جميله جدا 1907، فوقها كلوب اوف ذا كانتري، بطل القرن الحقيقي، فمكتوبه تحت بشكل جميل جدا. الشعار بيدل ان اشتغل عليه مصممين كويسين جدا، والتصميم كان من شركه اديداس اللي عامله التيشيرتات بتاعت النادي الاهلي واللوجو بتاع النادي الاهلي، شركه الراعي بتاع النادي الاهلي. التيشيرت كمان فيه الخطين البيض اللي من فوق ومن الجنب بشكل احترافي. بس هو اللي عندي بس تعليق، هو اللوجو اللي في الوسط ده هو اللي كان يبقى مثلا مفرغ، ما يكونش بالشكل اللي هو الاسود قوي كده، وما يكونش كبير كده، كان هيبقى اشيك، او ممكن زي الكلام كده زي السينيه امضى كده يبقى اشيك. عموما فانيلا بتاع النادي الاهلي
لو قدرنا نتكلم عليها او ندي لها درجه هنقول 9 من 10. فانيلا جيده جدا، جميله جدا. حتى كمان التيشيرتات كمان المضلعه، على فكره يا جماعه التيشيرت بتاع النادي الاهلي ده مش بيتعمل عن اي حد، او معنى اصح ما فيش فرقه هتتعمل لها نفس التخطيط ده من شركه اديداس. المضلعات والحاجات ديت للنادي الاهلي فقط، مصمم للنادي الاهلي فقط، ده عشان فخر النادي الاهلي. وانت بتتكلم على الرياده، تعالى للرياده تاني. شركه ميفا، شركه في الشرق الاوسط بتدي جوائز لاحسن لعيبه. تعالى شوف الاكتساح للنادي الاهلي. مش عندنا في الرابطه قبو يكسب ما يدوش لقبو ويعلنوا ان زيزو كسب ويطلعوا لعيبه النادي الاهلي عشان يدوا اي حاجه للزمالك. وجماهير الزمالك ما تخطبش مني. حتى صاحبي واحد النهارده واحنا بنلعب كوره النهارده، اشرف حبيبي، كان بينتقدني او بيتكلم انت بتيجي على الزمالك كتير. والله ما باجي على الزمالك كتير. تعالى يا عم انت من رايك يا عم، تعالى خش معايا محمد عبد المنعم احسن قلب دفاع ولا حسام عرفات؟ لو انت ضميرك يقول لك ان حسام عرفات اللي الرابطه شالت محمد عبد المنعم وشالت الثاني اللي هم اصحاب دوري الابطال افريقيا ياسر ابراهيم وحطوا حسام عرفات وما تواجدش فيهم محمد عبد المنعم، دي الرابطه اللي انت بتتكلم عليها ادت لحسام عرفات. زيزو لاعب مهم وليه جايزه، والمفروض يبقى ليه جايزه بعيد عن التصويت بس بالعقل كده، فهو بعدوا الموضوع عن الاهلي عشان التصويت الجماهيري. تعالى بقى شوف شركه ميفا او جوائز الشرق الاوسط اللي اكتسحها النادي الاهلي. احنا بنتكلم النادي الاهلي افضل نادي في العالم. انت بتتكلم 23 محمد هاني افضل ظهير ايمن، انت بتتكلم على محمد الشناوي افضل حارس مرمى، انت بتتكلم على مروان عطيه افضل لاعب وسط، بتتكلم على محمد عبد المنعم افضل مساك لعام 23، بتتكلم بجانب محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم افضل برضه مساك، بتتكلم على حسين الشحات افضل جناح ايمن افضل لاعب للعام 2023. فاحنا النادي الاهلي 8 لعيبه مكتسحين القاره واحسن نادي في الشرق الاوسط النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اتقدم له جائزه شكر في الحفله كانت جباره. بتتكلم ان النادي الاهلي خد كل الجوائز ما شاء الله ما شاء الله، ما تبقاش الا علي علولو وللاسف ديانج وحمدي فتحي اللي مشي، كانوا المفروض يتبقى حتى بيرسي تاو كمان طلع بره الجوائز. تعالى بقى نروح بقى لحاجه مهمه جدا، وانتقاد الانتقادات. انت بتتكلم على اللجنه الثلاثيه، يا عيني على اللجنه الثلاثيه، يا عيني على اللجنه الثلاثيه. اللجنه الثلاثيه جايه بلواء مهم محترم، عضو من اعضاء نادي الزمالك السابقين، وهو لواء اسمه حسن موسى. اكتشف بلاوي كتيره يا جماعه. الراجل قدم استقالته بعد اسبوعين، يعني ما كملش الاسبوعين، انت بتتكلم في 10 ايام. احنا بنتكلم على مدى الكوارث اللي نادي الزمالك. فانت بتتكلم ايه يا عم، ايه يا عم؟ تعالى كده زملكاوي، تعالى بس عشان انت بتقول لي انا بنتقد. شوف يا اشرف سعودي، شوف لكل زملكاويه، شوف حبايبي واصحابي وكل اللي بينتقد. تعالى نتكلم. الراجل قدم لجنه كده، وزير الشباب والرياضه عمل لجنه ثلاثيه كده منهم 3 لواءات، 3 اعضاء محترمين لنادي الزمالك. امسكوا الليله ديت كده وتعالوا حلوا لنا المشاكل لغايه لما نشوف لجنه ونثبتها ويبدا الدنيا تتعمل وانتخابات لمجلس اداره. اكتشف ايه اللجنه؟ اتكلم في 65 عضو. تعالى خش لي كده واسمع وطقطق لي وداني. مش هنتكلم على حاجات كتير ومش هنتكلم على فساد كتير، احنا هنتكلم بس على قضيتين. 65 عضو ما لقالهمش اي تواجد ولا حتى شيء من الاعراب يا راجل. 65 عضو ب 350,000 العضو في الشهر ب 22,750,000، يعني 23 الا ربع. يعني ايه الا ربع ده؟ انا بتكلم في ربع جنيه. 22,750,000 اضربهم على مدار 12 شهر ب 223 مليون يا مؤمن سنويا في نادي الزمالك من ايام مين؟ هنقول مرتضى منصور. ولا هنتكلم على لجنه لبيب، ولا هنتكلم على عباس، ولا هنتكلم على فتوح، ولا هنتكلم على اي حاجه. احنا بنتكلم يروحوا فين؟ مش بقى وزير شباب ورياضه، ما تقوليش فكك مني. ده اي واحد يا مؤمن معدي يحط اسمه بياخد جنيه. انت بتتكلم ان نادي الزمالك اللي دخل كمان ب 300 مليون قرض من نادي من الدوله من الغلابه، وانت كمان جاي بتصدق ان النادي الاهلي بياخد قرض من الدوله. النادي الاهلي بواخد الدوله الشركه المتحده اللي راعيه الدوري واللي مسؤوله عن الدعايه بتاعت النادي الاهلي الداخل والصارف والخارج والكلام من ده، عليها ما يقارب 1 مليار جنيه للنادي الاهلي.
يقول لك احنا ما عندناش عمله صعبه. النادي الاهلي يا راجل بيقول يا وزير الشباب والرياضه طلع لنا فلوس من الفلوس اللي عندكم عشان ندي رواتب اللعيبه بالدولار. يقول لك ما عنديش. طب والدولارات اللي بتيجي بتروح على المتحده قبل ما تروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيدخل عمله صعبه والزمالك بيصرف فلوس الدوله على شيء وهمي. يعين لجنه تانية واللجنه برئاسه مين؟ عماد البنان. عماد البنان دكتور محترم، مش عارف دكتور في ايه، بس اكيد بيدي حقن. المهم ما علينا، الراجل ده لو فاسد هيكمل المسيره بتاعه اللي قبله. لو محترم وما طلعش بيدي حقن هيمشي زي لجنه اللواء حسن موسى. حفظكم الله يا جماهير الزمالك. عرفت لما انا بتكلم على موضوع جماهير الزمالك واتكلمت على الاداره، انا ما بتكلمش على جمهور الزمالك ولا بتكلم على القلعه، على هم الاهلي والزمالك هم اللي بيطلعوا لعيبه، وهم لو واحد ضلع من الاضلاع دي فعلا مش كويس المنتخب مش كويس.